السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا على خير وبخير. اليوم إن شاء الله نجاوب على واحد التعليق. جاني واحد السؤال كيقول: أستاذة، واش ما عنديش الحق ندير حاجة أخرى بنفس البكالوريا اللي تسجلت بها في لافاك؟ يعني في الآخر ضروري يطلبوا لي الباك الأصلي باش يطبعوا فيه السنوات اللي قريت، وعادي يمكن لي ناخد الشهادة ديالي. أول حاجة باش نعاود لكم واحد يعني منها نحفزكم ومنها انكم يعني تشجعوا انكم تعرفوا يعني حتى شنو يعني الناس شنو كانوا كيديروا عموما. بالنسبه حسب يعني ما كنت كنقرا انا في الوقيته اللي كنت كنقرا فيها هي فاش يلاه تسجلت في لافاك، فاش خديت الباك ديالي وتسجلت في لافاك، ما كانوش كيطلبوا لينا هادشي. تنهضر لكم على الكليه ديال سلا، ما طلبوش لينا الباك الاصلي، طلبوا لينا غير نسخه مصادق عليها، يعني غير فوتوكوبي ايغاليزي. ولكن صراحه انا ما بقيتش عرفت يعني من بعد هاد الاعوام هذه واش مازالين كيشدوا ولا ما كيشدوش. هذه من جهه. بما انهم ما يعني اذا كانوا مازال ما كيشدوش البكالوريا، فهذا واحد المساله مزيانه، يعني بمعنى انك تقدر تدير بها حاجه اخرى. كذلك يعني المساله ديال انهم كيطبعوا السنوات في الظهر ديال البكالوريا. هاد المساله فعلا كاينه، لانه لما كتدفع الباك ديالك راه كتمشي لشؤون الطلابيه وكيطبعوا لك في الظهر ديال البكالوريا. كاين واحد المجموعه كاين واحد الطابلو تما كيبقاو كل سنه قريتي فيها كيطبعوا لك فيها. ولكن هذا الامر هذا راه حتى انه يقدر يكون عندك الباك ديالك في الدار شادو في الدار، ولا عاطيه لشي مصلحه اخرى، يعني كتبع شي دراسه اخرى، يعني سيمultanément، يعني في نفس الفتره اللي كتقرا فيها في لافاك تقدر دير حاجه اخرى موازيه. وفي نفس الوقت مني كيوصل النهايه ديال السنه كتدي معاك الرقم الطالب ديالك وديك اولا لا كارت. المهم حنا في داك الوقت راه ما كانوش عاطينا البطاقه ديال الطالب، غير ديك 3 سنين اللي ما كانوش كيعطيو هما نورمالمون كانوا تيعطيو بطاقه الطالب. في ديك 3 سنين اللي قريت فيها انا ما كانوش كيعطيونا بطاقه الطالب، مي كانوا تيعطيونا يعني ديك لاتيستاسيون دو سكولاريتي، يعني ديك الشهاده ديال الطالب مكتوب فيها الاسم والنسب ديالك والرقم الوطني ديالك رقم الوطني بمعنى مسار، وعاد الرقم ديال لابوجي ديالك. لابوجي هو داك الرقم التسلسلي ديالك اللي كتكون به مسجل او معروف به في الكليه. وفيه من طبيعه الحال يعني المعلومات ديالك كطالب بانك تتابع الدراسه ديالك في هذاك الكليه. بمعنى الا مشيتي لشي بلاصه وبغيتي تدلي بداك لاتيستاسيون، راها تقوم مقام داك البطاقه ديال الطالب. المهم هادشي تنعاود لكم انا ملي كنت في الكليه ديال سلا. لكن واش اختلف، يعني واش النظام تبدل، واش ولاو كيشدوا الباك او ما بقاوش كيشدوه، صراحه ما بقيتش عرفت. ولكن حسب علمي على انه يمكن لك كدير واحد الحاجه، يعني مره كتطلب، حيت عندك الحق انك تطلب هذاك الدبلوم ديالك ولو انه شاده الكليه. عندك الحق انك في كل مره كتمشي عندهم كتدلي بالبطاقه الوطنيه ديالك، تتسحب هذاك الباك مؤقتا، كتسني على واحد الورقه بانك راه خديتي الباك ديالك، تدوز واحد الوقيته تيقول لك ما تفوتش هذاك الوقت. بمعنى ما واش يديروا معك شهر ولا سيمانه ولا 2 اسابيع، والله انا ما متاكداش من الوقت، لكن متاكده انه يمكن لك تسحب الباك ديالك في اي وقت. وعاوتاني كذلك كتردو، يعني تعطيوك واحد الوقت معين وكترد هذاك البكالوريا او ديك شهاده الباك تتردها للاداره ديال الكليه. بالنسبه دابا نجيو بالنسبه واش خاصني زعما واش عندي الحق ندير شي حاجه اخرى بهذا البكالوريا او لا. حسب ما كنت انايا تنعرف على انه كانوا معايا طلبه وطالبات كيتابعوا الدراسه ديالهم في الليستيه، ولو ان هذا الشيء انا ما عرفتش واش قانوني ولا ماشي قانوني، صراحه ما عندي حتى شي فكره.
واش قانوني او ماشي قانوني ما نقدر نفيدك بوالو، لكن اللي متاكده منه هو انه كانوا معايا طلبه كيقراو في ليستيا وكيقراو في لافاك، وهي راه عندها بزاف المميزات. هذه المساله هذه يعني بحال كضرب عصفورين بحجر واحد. علاش؟ هو اولا من واحد الناحيه بانك كتقرا في لافاك او ميم طون كتقرا في ليستيا، يعني ما تجي فين تخرج من الكليه حتى تكون عندك ربحتي جوج ديال الدبلومات، واحد على مستوى ليستيا كتاخذ شهاده ديال ليستيا، وكتاخذ شهاده ديال كتاخذ شهاده ديالك ديال الاجازه. ومن واحد الناحيه كما قلت مزيانه، هذه ميزه. علاش؟ لانه كتربح السنوات. وكذلك عندها مساوئ او عندها مشاكل. اول حاجه خصك تبقى تلعب بهذاك البكالوريا، لان حتى في ليستيا ملي كتمشي ليستيا تيلزموا عليك، تيقولوا لك خصك تحط البكالوريا ديالك في المؤسسه. مني كتحطها كتبقى عاوتاني حتى هما كيقولوا لك مره الا بغيتي تسحبها كتسني عليها كتخرجها كتقضي بها شي غرض، عاوتاني خصك تردها ليهم. بمعنى شنو؟ على طول داك العامين وانت كتلعب بهذاك البكالوريا ديالك، تتخرجها من عند ليستيا، تدفعها عاوتاني شويه لافاك، عاوتاني تسحبها من لافاك، عاوتاني تردها للكليه ليستيا اكسيتيرا. يعني خص بنادم تماره، يعني خدمه. هذه الانسان اللي تيكون مصر على انه يعني باش انه يحصل على جوج ديال الدبلومات في دقه واحده ما يضيعش الوقت، هذه ميزه. ولكن خاصكم تعرفوا بانه احيانا كتجي اولا كيتزامنوا الامتحانات مع بعضياتهم. الامتحانات عندك في الاستيا والامتحانات عندك في الكليه ديالك. حاجه واحده اخرى زوينه هي انه بامكانك، حيت انا ما عنديش فكره صراحه كيفاش كيدوزوا امتحانات، واش فيها الغط خاباج ولا ما فيهاش، الاستدراكيه الاستيا ما عنديش صراحه فكره. ولكن ميزه اخرى هو انه لما كتكون كيتزامنوا لك امتحانات كيمكن تخلي المواد اللي تزامنوا معها امتحانات ديال الكليه حتى لغات خاباج، لانه كاينه الامكانيه انك تخلي المواد ديالك في الاستدراكيه وكتسبق الاستيا اللي هي صعيبه ولا اللي هي ما كيتسهلوش فيها الى اخره. اذا هذه ميزه اخرى. ولكن اللي فيها مساوئ بزاف هو انه خاصك تحفظ هنا وتحفظ هنا. ما حيلتك تحفظ لهذا الكليه والبروغرام اللي كيكون مشارجي، ما حيلتك تقرا الليستيا اللي كيكون حتى هو البروغرام مشارجي، واللي كيكون يعني الا كنتي داير شي تخصص محتاج منك التركيز، محتاج منك الخدمه، محتاج منك الحفاظه، محتاج منك باش تجيب نقاط مزيانه. حيت كنعرفوا على انه الا ما جبتيش النقاط في مزيانه او ما نجحتيش او ما دخلتيش مواد ديالك بيتيت يقدروا يجريو عليك من ليستيا. الا جراو عليك من ليستيا ماشي مشكله وانت كتقرا في الكليه، المهم رابح واحد الجهه. واللي يعني المساوئ الاخرى او الحاجه اللي ماشي مزيانه هي انه كما قلنا البروغرام يعني كتقسم راسك على جوج، ما حيلتك تدوز هنا وما حيلتك تدوز هنا، واحيانا كتبقى تعطي لي فور هنا ولي فور هنا، او لا تيكثر عليك الشغل فما كتبقاش مصور اولا ما مطفرو لا في لافاك ولا في ليستيا، كيجريو عليك من ليستيا وكتولي معاود في لافاك. من حسن الحظ ان في لافاك يمكن لك تبقى تعاود يعني ما عندكش اشكال، راك تما في ديك لافاك وصافي. وفي الاخر يعني ما كتشد لا هكا لا هكا. انما يعني الناس اللي تيكونوا عندهم رغبه، انا بصراحه يعني دازوا معايا نماذج لانهم كانوا كيقراو هنا وهنا وتماره، وكانوا كيصرفوا على يعني العائلات ديالهم. كاين طلبه اللي كانوا كيصرفوا على الوالدين ديالهم، وتنعرف طالب يعني من هذا المنبر تحيه ليه لانه كان تيقرا معايا وتنعرف الظروف ديالو. كان طالب كيخدم على الوالده ديالو، ما عندوش الوالد ديالو الله يرحمه توفى ليه، كيخدم على الوالده ديالو كيبيع القطاني، كيبيع يعني اي حاجه تخيلت لك على البال. كيدير الصباغات، كيصبغ صباغ. كذلك تيدير شي ديال الحفلات، يعني تيكري ديك الماتيريال الحفلات الخزانه، يعني ديك البنيه ولا ما عرف، المهم داكشي اللي كيسميوها.
مهم كان يعني تيدير بزاف، كان تيدير ليفرور، يعني هادشي ديال يمكن المأكولات كيدير تيليفري الماكله، بمعنى انه كان تيدير بزاف ديال المشاغل في وقت واحد، وكذلك كيقرا في لافاك، وكذلك كيقرا في ليستيا، وجاب الدبلومات بجوج بهم، وخدا الاجازه ديالو. صحيح هو كان تيبقاو له شي، ما كيخلي المواد لان كيتزامنوا ليه والضغط وداكشي، كيخلي المواد الاستدراكيه، يعني تقريبا المواد ديالو اغلبهم كان كيدوزهم في الاستدراكيه، ولكن في النهايه خدا جوج ديال يعني خرج بدبلوم ديال ليستيا، يعني عاد كندير واحد الشعبه زوينه الريزو جو بونس، وكذلك كان تيدير خدا الاجازه في القانون. دونك انا من هنا كنقول برافو عليك، تبارك الله ما شاء الله. كذلك كانوا معايا طالبات اللي هما فعلا حتى هما كانوا ما كيحضروش بزاف لافاك وتفرغوا لليستيا، ولكن كما قلت انا ما عرفتش واش هادشي قانوني او ماشي قانوني، واش ممكن او ماشي ممكن. هو انتوكا ما كاين اللي غيسول فيك، وكما قلت لك يعني هو هاد المساله ديال ان هاد الدبلوم خصك تبقى تلعب به، مره كتحطوه هنا مره كتحطوه هنا، هادشي في حاله ما الا كان ما يعني حنا كما قلت في ديك الوقيته ما كانش البكالوريا كتحط في لافاك، دونك كان حاط البكالوريا ديالو في ليستيا، وما كان يعني هاد المساله مهني منها. انما هاد المساله ديال في الاخر العام كتمشي تطبع الدبلوم ديالك، واخا يكون عندك في الدار او لا في ليستيا، غتمشي تسحبو وغتمشي تطبع زعما البكالوريا ديالك كتطبع في الظهر ديالها بانك دوزتي سنه دراسيه كل عام يعني لمده 3 سنوات، وانت كتطبع فيها بان، ولا تخليها حتى تسالي 3 سنين كامله، يعني لما تفكرتيش مثلا كتخليتها تقرب تسالي كاع تشد الاجازه ديالك، وكتهز هذاك البكالوريا ديالك وكتمشي للافاك وكيطبعوا لك 3 سنوات فيها. هذا هو النظام بالنسبه كيفاش يطبعوا. يعني هذه فكره مزيانه، سؤال مزيان، انا جاوبتك في الخاص، ولكن بان لي موضوع مزيان ان يستفدوا منه حتى الناس اللي عندهم فكره انهم يقراو هكا ويقراو هكا. هذا عوض ما انه تبقى حتى تسالي 3 سنوات وتشد الاجازه ديالك، وعاد عاوتاني تنوض تبدا ازيرو، كتضيع 5 سنوات من حياتك. في العوض اللي غادي تمشي يعني تقرا ماستر، كتولي عاد خصك تمشي تدفع ثاني في ليستيا وتقرا عامين ديال ليستيا. دونك هاد المساله هذه راها مزيانه، غير هو خاصكم تبحثوا واش يعني المهم انا ما نقدرش نقول واش من الناحيه القانونيه سي بوسيبل ولا لا. المهم انا كانوا معايا طلبه دايرين هاد المساله هذه وسخر لهم الله فيها وخداو بزاف، يعني كنعرف بزاف ديال الطلبه اللي كانوا كيقراو هكا وعلما ان يعني حتى ملي كتدخل عند الاساتذه هما تيعرفوا هاد المساله، تيقول لك اودي راه هذه فيها جهد كبير، وانا ضد انه الواحد يقرا هكا ويقرا هكا، لانه كيكون راسو مشتت، الضغط بزاف، الخدمه بزاف، الحفاظ على جوج جهات، تماره كتمشي هنا وكتمشي هنا، كتمشي تقرا هنا، ومع ان الحضور ضروري في ليستيا. يعني كان يعني واحد المساله اللي هي صعبه، راه ما غيديرها الا اللي هو واحد الانسان اللي زعما يعني شاد في القرايه بيديه وسنانه كما كنقول. ايوا هذا كل ما كيخص هذا الموضوع وهذا السؤال، كنتمنى نكون جاوبتك وعطيتك ما فيه الكفايه من معلومات، ونتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا. نتلاقاو ان شاء الله مع فيديو اخر مع تعليق اخر ان شاء الله، وتعم الفائده على الجميع وبالتوفيق للجميع ان شاء الله.